السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي. يلا قبل ما نبدأ الحلقة ال25 من رواية روح الصخر الجزء الثاني، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. يقال عنك يا صغيرتي أنك تجيد اللعب بالمشاعر، ولكن أنا لست هاوي أو مراهق، فأنا محترف. سألعب على أوتار قلبك، مواطن ضعفك. أغلب قوتي لتصبحي هشة بين يدي. ضعفك لي وقوتك معي نستغلها سويا وليس ضدي. فإن كنت روح فأنا صخر تتحطم عليه قلوب العذارى، ولكن أنت يا قطتي الشرسة لا أعلم لماذا أنت دون سواك تسللت حافية إلى أعماق قلبي، إلى تفكيري بدون إذن مني. سأعاقبك على عنادك، ولكن في حضني. انتظريني صغيرتي لأحطم هذا الحجر داخل راسك، والذي يطلق عليه عقل أو مخ. لم أعد أريد الانتظار، فسأمتلكك قريبا. أعدك بهذا يا متمردتي، يا من ملكت الصخر في أيام. بدأ الحضور لهذا الحفل الكبير اللي بيضم عدد من المفاجآت، أو ممكن يتقال عليه قنابل موقوتة مستنية الوقت علشان تنفجر. دخل رائد بهيبته وبدلته الكحلي بوسامته المعروفة، وهو ماسك ورد اللي ظهر على وشها السعادة، النسمة الرقيقة اللي دخلت لحياته علشان تنورها. افتكرت ورد اللي حصل مع والدة رائد امبارح، فلاش باك. بعد نص ساعة من مكالمة ورد مع أم رائد، وصلت والدته وسألت على رقم الأوضة، وهي خايفة ومرعوبة من فكرة فقدان ابنها الحبيب. بتلوم نفسها كتير، فهي اللي عملت كده فيه وزعلته من غير سبب. غيرتها عليه غيرة حمقاء، ولكن هي هتحاول انها تصلح كل شيء. شافت وردة على باب الأوضة فجريت ناحيتها ورد وحضنتها. ازيك يا ماما، وحشتيني قوي. هدية بابتسامة، فهي عارفة إن ورد من أصحاب القلوب النقية اللي مش بيفتكر الألم ولا بتفتكر المواقف الوحشة، في قلبها ناصع البياض. الحمد لله يا بنتي، رائد ماله؟ هو كويس؟ عايزة أشوفه بسرعة. ما تخافيش يا ماما، هو كويس، هو كان محتاج لك تبقي جنبه بس، عشان كده اتصلت بيكي أول واحدة. هدية بكسوف من أفعالها. أنا آسفة يا بنتي لكل اللي حصل، انت زي بنتي، ارجعي بيتك. ورد فرحة من معاملة هدية. ما تتأسفيش يا ماما، أنا اللي آسفة، وده مش بيتي، ده هيفضل طول عمره بيتك، ملوش ست بيت إلا انتي، واللي تأمري بيه لازم يمشي. هدية بابتسامة وحضنت ورد. طول عمرك بنت أصول يا بنتي. فتحت ورد الباب ودخلت هدية معاها، ورائد في وضع النوم بالسرير ولكن صاحي. عامل ايه يا حبيبي؟ رائد بجمود. كويس يا امي، ما تقلقيش. فضلت هدية تعيط وتشهق من معاملته الجامدة ليها وتحضنه، وبتحاول انها تعوضه من غير كلام. فطبطبت وردة على ظهرها. ايه يا ماما، اهدي كده. بصت ورد الرائد بعتاب على المعاملة دي. اتفضلي يا امي، احنا ما بينا كلام كتير لسه مخلصش. يا ابني انا عارفه اني غلطان ومستعد اعمل اي حاجه عشان ترجع بيتك. انا ما كانش قصدي، انا بس بغير عليك وبحبك، ما كنتش عايزاها تسرقك مني. انتي امي وهي مراتي، انا بحبها وبحب كل واحد بشكل مختلف، واتمنى انك ما تحطنيش في موقف زي ده تاني. كرامتي من كرامة مراتي، يعني اللي يزعلها يزعلني يا ماما، وهي مش هتزعلك. حست هدية بالمهانة وإنها نزلت من نظر ابنها، فردت وردة على كلامه بسرعة. وانا يا رائد كرامتي من كرامة ماما هدية، يعني اللي زعلها اكنه زعلني، يعني احنا التلاتة واحد، محدش يقدر يزعل نفسه. فحضنوا بعض كلهم، وابتسم رائد على رجاحة عقل مراته وطيبة والدته، وابتسمت هدية على نعمة زوجة الابن المتفهمة للي كانت بتحس بيه. أما ورد أخيرا لقت السلام بين عيلتها الجديدة. جه لرائد اتصال من صخر يعرفه بالحفلة، وإنه عاوزه يحضر هو ومراته ووالدته. فوافق رائد. صخر عزمنا أنا وإنتي وماما يا ورد على حفلة في القصر بكرة، إيه رأيكم؟ موافقة طبعا يا حبيبي، بس مش هيبقى موجود عليك وإنت لسه تعبان. رائد بغمزة.
لا مش مجهود، ده انا كنت من نص ساعة بفكر اعمل مجهود اكتر من كده، بس يا خسارة مش مشكلة متعوضة. اما ورد وشها احمر جدا من الكسوف بسبب كلامه ومردتش، فابتسم هو على احراجها. وانت يا ماما؟ لا يا ابني روح انتوا وانا هروح عشان اختك وعشان تبقوا على راحتكم انت ومراتك. انت عارفة الهواحظ هتزعل منك، مش هتلاقي حد تنمي معاه الا انت وتعملوا شبه عواجيز الفرح. اتلمي يا ولا. رائد بضحكة رجولية عالية. وبعدين آية كمان معزومة، ما تخافيش آية هتكون هناك قبلك. طيب أمر لله هروح معاكم. فحضنتها ورد من الفرحة، فدي أول مناسبة هتحضرها معاهم وبرضه مع أخواتها، فهي عارفة إن أكيد روح هتكون موجودة في أي مكان موجود فيه صخر، حتى لو لسه ما اعترفتش بحبه، ولكن عيون المتكلم أصدق من كلامه. فبست ورد هدية بوسة كبيرة على خدها من الجنبين. بجد يا ماما هتيجي معانا؟ أنا فرحانة. رائد بمكر. طب وأنا ماليش؟ ورد بخجل. مالكش ايه؟ رائد الله. ماليش شكرا، اي كلمة حلوة. انت خدودك احمرت كده ليه؟ انت فهمتي ايه؟ شفتي يا امي البنت بتفكر في حاجات اكبر من سنها ازاي وهي لسه طفلة؟ ورد باندهاش وتوتر. لا والله ما كان قصدي، انا. اما هو فضحك ضحكة جذابة على خجلها وتوترها. بس يا ولا ما تكسفهاش، انا مروحة بقى. ولعوا دنا وتروحي انت يا حبيبتي تستريحي. رائد بمكر وضحكة خبيثة ما ظهرتش إلا في عينيه. لا روحوا انتوا الاتنين، الممرضات هنا حلوة، لو احتجت حاجة هنادلهم. ورد بسرعة. لا والله. طب انا قاعدة على قلبك بقى، وريني كده. فضحكت هدية ودعت لهم بصلاح الحال وسابت المستشفى ورجعت بيتها. انت مش قاعدة على قلبي، انت قاعدة في قلبي يا وردتي. ورد بخجل واحمرار مالي خدودها. ميرسي. انت قاعدة بعيد ليه يا وردتي؟ تعالي هنا جنبي. لا لا انا كده كويسة. شكل الممرضات والله مفيدين اكتر، ده اي واحدة تتمنى اقولها تيجي جنبي. ورد بغيرة وقربت منه ورفعت صباعها في وشه تحذره. والله هزعلك لو قلت كده تاني، احترم نفسك. فشدها ليه. اموت فيك يا شرس انت. باك دخل بعدها آسر متألق في بدلته السمراء والحذاء الأسود اللامع والجرافات النبيتي، ومعاه موجة وهمسة. فافتكرت موجة اللي حصل الصبح معاها. فلاش باك. لقت موجة تليفونها بيرن الساعة 1 الظهر. بصت لقتها من جوزها، ما بقتش مصدقة. هل سمحوا ليه بمكالمة ولا خرج؟ فهي مش عارفة، فردت بسرعة. الو آسر انت كويس؟ ايه اللي حصل معاك؟ قولي بسرعة. انت فين يا موج؟ قصدك انك طلعت؟ قولوا ربنا صح، قول صح. عيطت بصوت عالي وفضلت تتنطط من الفرح. ربنا انت مجنونة، يلا تعالي انا في بيتنا وحشتيني. طب طلعت ازاي؟ اما تيجي بس، يلا تعالي بسرعة علشان صخر عامل حفلة بمناسبة خروجي عشان نلحق نجهز. بس هسيب همسة لوحدها، ده روح كمان خارجة. قولي لها تجهز نفسها، هناخدها معانا بالليل، تكونوا جاهزين افوت عليكم واخدكم انتوا الاتنين. ماشي خلاص يلا عشان نجهز بسرعة. وقفلت معاها الخط وجريت لهمسة. همسة ايه يا بنت بتصوتي ليه؟ اعملي حسابك هتيجي معايا النهاردة حفلة بمناسبة خروج آسر. بجد؟ طب هو فين؟ نطت موجة لفوق بفرحة. ايوه بجد خرج وهيفوت علينا بالعربية بالليل ياخدنا. انا عايزانا نبقى موزز بالليل. حفلة ايه دي يا موجة اللي رايحينها؟ مفيش، صخر جوزك عامل حفلة بمناسبة خروج آسر. مش انتي كنتي ناوية تروحي؟ اه هروح، بس انا وكريم. روحوا انتوا مع آسر وانا هحصلكم. ماشي. يا لهوي دي هتبقى حفلة جامدة. ومسكت ايد همسة ويتنططوا لفوق ويغنوا حبيبي يا لالا يا لالا يا همسة، حبيبي يا لوكا يا لوكا يا موجة. اما الروح في سرها، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ومخبي ايه يا صخر؟ مش مطمنالك. فرسمت ابتسامة خبيثة على شفايفها. اما نشوف صخر باشا هيعمل ايه، اما يشوف كريم. جه الليل فتأنقت همسة بفستانها اللامع مع شعرها اللي بيخليها زي الملكات. اما موجة تأنقت بفستان من اللون الموف اللي مخليها زي الملاك. فخرجوا الآسر اللي انبهر بجمال موجة واللي كان بعيد عنها لفترة طويلة، عاوز يحضنها يروي عطشه من حبه وشوقه الشديد ليها، ولكن هيستنى بعد الحفلة.
أما مراد شافها وهي خارجة بالفستان المثير ده من غير إذنه، لا وركبت عربية راجل غريب، فهو معرفش يتعرف على ملامحه، فهو ما خرجش من العربية، فجري الدم في عروقه ولبس بسرعة علشان يلحق يمشي ورا العربية، لأنه خاف إنه يكون كريم معاها وهو اللي سايق العربية. باك. تكتمل الحفل بحضور آسر وموجة وهمسة، بعديهم مراد اللي دخل وراهم، وبعد كده وصل مالك للحفلة، فمالك هو اللي عمل تصريح الخروج لآسر، وهي دي الحجة اللي استغلها صخر علشان يدعيها على الحفلة. ووصل ببدلته الكحلي وعيون كالصقر بتحوم في كل مكان في الحفلة، فهو عاوز يشوفها، عارف انها في الحفلة لانه شاف رائد ووالدته ومعاهم ورد، فبالتأكيد هي في الحفلة. بعد دقايق اتطفت كل الأنوار، فاتصدم واندهش كل الحضور بنزول صخر الرجل الحديدي بعينيه العميقة الذكورية الحادة، ومعه آية اللي بتتألق بفستان جميل بلون السما، طالعة زي الملاك جنبه برقتها المعهودة بفستان خطوبتها. فنزلوا السلم، أما مالك اتقلبت ملامحه للضيق والغضب. ايه اللي بيحصل؟ فحبيبته بالفستان جنب صخر كان حاسس انها مقلب، فالاول مرة صخر يدعيه الحفلة، وبالتأكيد عارف اللي ما بينهم، ولكن لو كان اخر يوم في عمره فمن المستحيل انه يسيبها. مع نزولهم على السلم دخلت روح لأول مرة تتألق بفستانها الأحمر الناري اللي خلاها حورية تودي للجحيم بنظرة من عينيها، لابسة فستان بيظهر مفاتنها وأنوثتها جامد، وماسكة في دراع كريم وهو بأبهى حالاته كأنه عريس في ليلة فرحه. فكان المنظر كالآتي، وهي ماسكة دراع كريم كأنها بتتحدى، وهو نازل مع خطيبته من على السلم وبيتحدى هو كمان، ولكن بمجرد ما وقعت عيونه عليها ونار اشتعلت في صدره واشتعل الغضب في عيونه، فبقى جواه بركان. مين ده اللي جاي معاها باللبس ده قدام الكل؟ فهو جوزها مهما كان، فهي كسرت فرحة انتصاره عليها المتمردة دي، فهو هيكسر عظمها وأنفها اللي دايما مرفوعة لفوق دي. واشتدت قبضة ايده على آية من غضبه، فتوجعت بصوت واطي وهي بتبصله وبتتصنع الابتسامة، ولكن مالك شاف ايده اللي ماسكها بيها وابتسامتها ليه، فخرج الغضب من عينيه عاوز يكسر ايديه. اما روح اتفاجئت بانها خطوبته، ولكن ما كانتش المفاجأة كبيرة، فهي كانت متوقعة حاجة شبيهة لكده، ولكن اتصدمت بمشاعرها، عاوزة تعيط ولكن قوتها كامرأة تمنعها من العياط. قربت بكل قوة ووقفوا في ساحة الرقص، يعلن الدي جي عن بداية الرقصة، ولكنها مش رقصة، فكل من بداخلها شياطين تلعب برؤوسهم جميعا، فهي مذبحة ساكنة نائمة عاوزة اللي يشعللها ولو بكلمة. فبدأت المباراة، فقرب صخر وآية يتوسطوا ساحة القصر وهو ماسك وسطها، وهي بتضحك ضحكة رقيقة دليل على كلامه اللطيف ليها. فاتغاظت روح وسحبت كريم بعصبية لساحة الرقص تنافسهم. يلا تعالى نرقص. فابتسم كريم وراح معاها للرقص. أما مالك اتغاظ من صخر لأنه امتلك حبيبته، ولكن دي أول جولة فمن المستحيل إنه يسيبها ليه، فهي هتتعاقب عقاب الملكين على أفعالها دي. فكانت آية من الجمال. أما رائد سحب ورد لمكان الرقص، وآسر برضه أخد موجة يرقص معاها بعد اشتياق شديد. فوقف مراد وهمسة يبصوا لبعض، مراد بصلها بغضب وغيرة وهي بتبصله بعتاب وتحدي. أما لواحظ وهدية قاعدين جنب بعض كأنهم بيشوفوا عرض مسرحي ومستنيين المعركة الأساسية. شفت يا أختي العيال؟ هدية بضيق. أنا مش فاهمة حاجة، البنت روح دي مش متجوزة ابنك، ازاي ترقص مع غيره؟ وهو ازاي يخطب؟ مش هو لسه ما اتجوزاش اللي على الورق؟ يا اختي خليه يحركها شوية، بس شايفة الواد اللي واقف هناك ده؟ وبتشاور على مالك. ماله؟ شكله كأنه ميت له حد. استني، ده اللي بيحب خطيبة صخر، استني شكلها هتولع اما نتفرج. اما مالك بص حواليه لقى همسة بنت رقيقة واقفة لوحدها، فراحوا وطلبها للرقص. فشافوا مراد اللي كان رايح عليهم وشاف قبولها لعرضه عشان تصير غيظه، فاشتعلت نيرانه اكتر، ولكن هيشوف ايه اخرة الهبل اللي بيحصل ده.
انا زهقت يا صخر وخايفة، شايف مالك بيبصلي ازاي؟ صخر بضحكة خبيثة. اهدي بس اما نجيب اخرهم، اما نشوف سي مالك ده اخره ايه وهيعمل ايه اما يشوفك بتضيعي منه، ونشوف الحلوة اللي بترقص دي ايه اخرها، ومن الكابتن ابن 60 في 70 اللي معاها ده. بس دي حلوة قوي يا صخر، دي احلى واحدة في الفرح، ولا الفستان اللي عليها دي متفجرة الانوثة يا ابني، ده انا عيلة بالنسبة لها، زمان الناس بتتريق عليا. اما صخر فاشتعل من كلامها حتى ولو كان بدون قصد، فضغط على وسطها لحد ما اتوجعت بين ايديه بصوت عالي. ايه بالراحة، بصراحة الواد اللي بيرقص معاه ده كسب احلى واحدة في الفرح. اما روح لما سمعت توجع آية نفخت وزاد غضبها، من الواضح انه واقع في حبها وبيضغط على وسطها يقربها منه، عاوز وصلها. الموضوع ده كده زاد عن الحد قوي، ده قليل الادب، ازاي يحط ايده عليها كده؟ ايه يا روح، انت حبيتيه ولا ايه؟ بتغيري يا بطه؟ لا مش كده، بس يحترم نفسه مهما كان هو جوزي كريم، انا عايزاه يغير. بس كده نخليه يغير يا روح، بس احميني منه لحسن ده ممكن يموتني. ما تخافش يالا ابدأ. راح كريم للدي جي عشان يشغل اغنية رومانسية. ولا بنساك ولا ثانية، وكل دقيقة والتانية بفكر فيك وانا وياك حبيبي، انت اللي في الدنيا. تفوت ايام وبتعدي وحبك ليا مش قدي، بحبك حب مش موجود ملوش وصف وكلام عندي. قرب منها على الاغنية دي وسحب ايدها بعيد عن الكل، وحط ايديه على وسطها، فحط دراعها على كتفه، واتحركوا مع بعض زي الغزالة السابحة في عالم مفيهوش حد الا هما بس، تحت عيون الكل. تروح وتيجي بالفستان ده بين ايديه، وتتنقل بين ايديه وبين احضانه، ومن دراع للتاني، وترقص على اطراف صوابعها لتنتهي بين احضانه. اما كل اللي كانوا بالحفلة وقفوا يشوفوا الرقصة دي، واطلقوا عليها فراشة الحفلة او الغزال الشارد، لانها كانت سارحة طول الرقصة. وحشتيني يا موج، ما تيجي نروح؟ اتلم بقى، انت طالع من السجن تعبان، ارتاح شوية، عيب كده. آسر بخبص. انا فعلا تعبان قوي، الواحد مش مستحمل حتى يروح. فوتت راسها وضحكت بكسوف وجنون. انت قليل ادب، حد يسمعنا، اسكت بقى. قرب منها آسر. انت خايفة حد يسمعنا ومش خايفة حد يشوفنا؟ فقرصها من جنبها فشهقت بصوت عالي وبعدت عنه. يا قليل الادب. فضحك بصوت عالي ووصلها بالفستان الموف المغري ده حد الهلاك عليها. كده تقفلي الباب عليا؟ ما كانش العشم، بس حقي كله هاخده النهارده. انت كنت مزودها قوي، وطنط كانت جايه وهتشوفنا، ما عرفتش اعمل حاجه الا كده اهرب منك. رائد هو بيقرب. شوفي هتهربي مني النهارده ازاي يا طفلتي، بس استحملي بقى اللي هيحصل لك. انا بحبك وما بخافش منك. رائد قرب منها. يا رب صبرني. ماشي يا وردتي، اما نشوف. وعلى فكرة هنروح على بيتنا نبقى لوحدنا احنا وبس. اما مالك رقص مع همسة، فاشتعلت غيرة آية اللي ما حستش بيها قبل المشهد ده، فاعترفت لنفسها انها حبته. لا لا لا، دي كده جابت اخرها معايا. بعد ما خلصت رقصة روح وسقف الكل ليها وهي بتبص لهم بكبرياء. كده زودتها قوي، لازم حد يوقفها عند حدها، هي ناسيه انها لسه مراتي؟ ما انت كمان جوزها وبتخطب غيرها، سيبها تشوف حياتها. كانت آية بتقوله الكلام ده بناء على تعليمات لواحظ. ساب آية بسرعة وراح لها وسط دهشة الكل، شدها من دراعها بقوة. ابعد عني، انت حيوان وهمجي. صخر من غير ما يقول ولا كلمة شدها من دراعها على الأوضة، وإيده بتشدد على دراعها يكاد يكسرها، أما هي بتحاول إنها تبعد إيده. اخرسي لحسن هقتلك حالا. ابعد، انت واخدني على فين؟ خطيبي هيقلق عليا. ابعد وسيبني لحياتي. بمجرد ما ساب صخر آية راح مالك بسرعة عليها وشالها بين ايديه قدام اخوها اللي كان عارف بكل اللي بيخطط ليه وسبب اختيار اخته، وعارف بكل اللي حصل وانه بيحبها، وكان واثق في مالك وشاف في عيونه عشقه لاخته. نزلني، انت بتعمل ايه؟ هعاقبك يا مراتي. نزلها في أوضة من الأوض وخلع الجاكيت وقلع الحزام علشان يكمل. آية بمحاولة عدم إظهار خوفها، اللي يشوفه يقول فارس في ساحته، وهو حتى الشرب شحته. قرب منها وهو ماسك الحزام. بعد ما ساب مالك همس راح لها مراد وفي عينيه شرار.
اظن كده كفايه بقى وحسابك تقل، ومن الليله هتبقى مراتي تاني. انا مش هسيبك لواحد يضيعك مني. غلط، بس اقسم بالله حركه كمان من جنبي واولع فيكي. يلا قدام نروح على بيتنا. اما همسه اترعبت من نبرته وعينيه المشعلله، وجت تخرج معاه علشان ما تبوظش الحفله، وممكن انها تحل الموضوع ده مره تانية. اما اسر، يلا يا موج هنروح، مش قادر بعد كده. يلا قبل ما تفضحنا. وردتي، ما وحشكيش بيتنا؟ ورد بخجل، وحشني. طب يلا. شافهم كريم ولواحظ وهدية ماشيين كلهم ناحية الباب. سابوني كلهم مع 2 عواجيز منكم لله. هي مين العجوزة دي يا ولا؟ يا مسمسم انت، والله لولا النفس كنت خليتك تتجوزني، بس المرحوم بقى يزعل. كريم بضحك. الحمد لله ان المرحوم هيزعل، دول فاكريننا كبار وعواجيز واحنا قصبة منهم. قصبة مننا صح، عندكم حق، الدهن في العتاقي. بتقول حاجة يا ولا؟ كريم بضحك. لا، بقول ربنا يخليك لينا يا ست الكل. استنى انت وهي، مفيش حد هيخرج من هنا. يا ترى مالك هيعمل ايه في آية، وهيعرفها حاجة جديدة ولا لا؟ هو بيقلع الحزام ليه؟ وصخرة هيعمل ايه مع روح؟ ولواحظ وقفتهم ليه؟ وايه اللي هيحصل مع مراد وهمس؟ وكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حبايب قلبي، اكتبولي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم، واستنوا الحلقة الجاية جميلة وقوية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات ام جنى وزينة، بحبكم قوي، سلام.